أبو بلي جديد. أين أنت يا أبا شفلان؟ السلام عليكم. شلون الحياة؟ جميل. إيش الله يعجبني الإيجابي. ليش جميل؟ شو الجميل بها؟ خلينا نفتهم. كل شيء العمل بها حلو، الناس حلو، هي حلوة. بصراحة حتى شفت الكاميرا صرت إيجابي لو إيجابي والله. عمي متزوج؟ جهاد؟ يعني يا لهلك عليك. أما الطبل مبتسم؟ ما تطلع ضوجتك بيهم؟ لا هاي عيب ما تصير. يعني تفصل أنت بين العمل وبين انا من ادخل اطفي التليفون. ليش؟ العائلة بعد العائلة مكان مقدس. هو لازم. الأهل علموك التربية لو أنت هيك؟ لا والله، لان من ضغوطات اللي شفتها بالبيت قلت مستحيل اخلي عائلتي تصير نفس اللي صار عنده. اللي يشوف الخطأ وما يتعلم منه هذا غبي. شلون يقول لك المؤمن لا يدغ مرتين؟ يعني دغت أكثر من مرة، الحياة تبقى تعيد عليك لحد ما تتعلم؟ لا انت راح تحس بالاخطاء جاي رجعنا عليك، انت اساسا باقي شلون مثل ما تقول تراوح بنفس مكانك ما مغير من وضعك. كل ما يتعلم شلون؟ يعني الخلل بيك. بس أنا اللي لاحظته الشغلة اللي ما تعلمها مرة مرتين ثلاثة تبقى تنعاد. اي بس انه بالاخير شنو؟ تتعلم. هي تغير غصبا علي اتغير، يعني ما عندي غير حل. بس يا اخي التغيير صعب تصير، بس انا احكيها كلمة تنقال. نحو الافضل انا اشوفه سهل، بس نحو الاسوء صعب. شلون؟ بس انت من تسال واحد او تجد واحد بتغير نحو الاحسن، ما اعتقد راح يواجه هيك الصعوبات يعني والملامح، بس نحو الاسوء لا. قصدك حياتيا واجتماعيا ممكن تتاثر؟ يعني حسب ما افتهم انت حياتك منظمة اقدر اقول عليه هيك، لان تقريبا وقتي محترم. اوكي، من نقول وقتي محترمة هواية تقول كلمة لا؟ هواية عزلت ناس من حياتك؟ لا العد يعني الموجودين بحياتك قليلين. خوش ناس. شوف قليلين اللي خليت لهم تقريبا حدود قليلين. اضطريت لو بسببهم؟ لا سببهم مرة من المرات عندي ولد صديق قبل لا يصير صديقي قلت عليه انه هو على قولتنا خوش زلمة. قلت هذا ترى الصاحب الزين لازم تتعب وتجيبه. قلت هذا لازم اخليه يصير صاحبي. شنو شفت بيه؟ كل المعاني الحقيقية للرجولة. المهم جيت تتقربت عليه، بدأت تتقرب خطيئة. هو من شافني قال لي هنا ونوقف. قلت له ليش؟ قال أنا ما عندي حظ ويا الصاحب. قلت له أنت؟ قلت له بس أنا عكسك. قلت له أنا من فضل الله حظ ويا الصديق خوش. قلت له لين أشوف روح أنا اللي أختار. قلت له بس أنا اللي راح أختارك أصير إلي صديق. ليس قد يكون رفضت مو؟ قال لي صحيح. قلت له فأنا اللي راح أختار. ذاك يوم هذا مكانه ما يقارب صار ب 12 سنة. هذا من الأصدقاء اللي يعتبرون الجدد، بينما أنت أصدقاء إلى هذه اللحظة. ممكن تقول لي شنو السمات اللي موجودة بي اللي خلتك أريدك تكون صديقي؟ أولا صدوق وياي، ما فد يوم غشني، ما فد يوم كذب علي. ثانيا شايف اللي يقول لك يوقف لك بالحلوة والمرة، يوقف وياي بالحلوة والمرة. ومن أخاف أقول له مثلا أنا هنا محتاجك يجيني، فأنت بعد شو تريد أكثر من هذا الشيء؟ حافظت عليه من شفته طبعا. يعني صعب تلقى خو صديق؟ لا كل سهل. نفسه هو اختيارك للزوجة واختيارك للعمل شوف هي أكو شيء مقدر إلك وأكو شيء لا مجبور. مثلا أنت تصحى تلقى أبوك فلان وأمك فلان، إذا قدرك هيك أخوك فلان قدرك أخوك. بينما الاختيار لا، اختيارك أنت لعملك، اختيارك لصديقك، اختيارك لأمك. ايش كم طفل عندك؟ 2. هي ولد؟ أيوة. من أقرب لقلبك؟ لا قلت لي أنت متساهل. لا هي حقيقة جتني الله رزقني بزهراء. يعني أنت مرة تسولف عن أم قلت لها معزة الزهراء إنه الله رزقني بعدي. اللين هي الأولى؟ اللين هي اللولو مال بابا، تعرف شلون؟ والله هي بعد صغيرة يعني ما سنة و4 أشهر و5 أشهر لا. ما شاء الله. بعد ما دارك هذا الموضوع مو؟ نرجع للإيجابية داخل البيت وخارج البيت. الشارع صعب واحد يتحمله. أنت شوف أنا قلت لك
يعني هو انت لازم تتحمل، لازم. وانت لازم تتحمل. بس عندي سؤال. انا العفو قاطع، عند اخوي الكبير مره من المرات قال انت يجي يوم الضوج، والله لا قلت له ما اعتقد، واذا ضجت في يعني الفتره قصيره كلش من الزمن او من الايام، كل شيء مؤقت يعني. لازم تموت، انت تموت اذا تبقى كذا كذا. اوكي، ضغوطات الحياة. السؤال، انا بعد ما متزوج، فاريد اعرف هي ماكو شيء مثالي. لا ماكو هاي شيء مثالي. مثالية ماكو انا اشوفها مثالي. بدعة. شلون انت تهون الحياة على زوجتك، وشلون زوجتك تهون الحياة عليك؟ يعني شوف، انا زوجتي عن حب. حلو زواج الحب. جميل. هي أوكي. اصلا قضية الحب يعني قضية وحدها جميلة بشكل. يمكن مرة من المرات انا قلت راح الف كتاب قضية اللي صار ليش؟ بعد 13 سنة أول زواج. كانت ظروف لا ظروف المادية لا. رفض. إيه كان رفض. بتجبتها. ها مو هي ايه ابو مو زهره هي والله شوف بطل. الله إيه. يعزك، هي انت على قولة هذا شر لابد انت ما يصير تعوق بعد، ما يصير صارت خلافات بيناتكم قبل الزواج؟ يعني. عركة بسيطة؟ مو لا مو ذي ابسط من البساطة يعني. فد عركة مع خلافات أحباب. لا فد يصير فد خلاف بالرأي بس يعني مع ابوي شوية يصير فيها شد بالكلام فانت اخذت عن طريق حب. تتمنى لاي بشر انه ياخذ؟ والله يعني لا مو اتمنى، بس يعني كتجربة حلوة التجربة. الانسان انه يصير معشوق وعاشق حلو، ويتوج هذا الشيء بزواج، انا اشوف هذا الشيء. ام زهراء غيرت من عندك هواية؟ لا لان يعني انا اقول لك يجوز بعض الشيء البسيط. شنو انت غيرت بنفسك على مود او على مود العائلة؟ انا غيرت بنفسي على مودهم. اي. إيه كل اب يسوي هيك حقيقه، انه يعني المفروض كل اب يسوي حقيقه. انه كنت اسمعها والنوبه ساعات بدي اقول لك انه ظليت انت تحسها تعيش، انه موضوع الاهتمام بالنفس كان من كنت اني يعني بدون عائلتي، بدون ما متزوج وهي موجوده يعني حبيبتي، انه كنت صح اهتم بيه، بس الاهتمام بنفسي انا اعلى. بس من صرت لا اب زوج ولا لا صاروا هم الاولوية. ايه يعيش خدم. فهي المفروض هذا الشيء. شنو الايجابي والسلبي بهالشيء؟ مرات ما- خاف تهمل نفسك صحتك؟ لا ما انت شوف يمه يحتاج له شوية انانية مرات. انت حتى تقتل بصحتك على مود عائلتك. لا الصحة سهلة، الصحة بحثا آخر، والاهتمام بالنفس مثلا كمظهر كملابس كطلعة يعني أنا جدا واحد من الناس يوميا كنت يعني أنا من 2010 أو 2011 ما ماكل البيت، بيت أهلي يعني كل المطعم فلوس يعني يمكن ما نخلي شيء بنفسك. الفلوس اللي ذابة بالمطعم كذا مليون. بعدك لو تحس يكون البيت. هسه لا اختلفت القضية يعني من الأصدقاء يقولوا لي يا بيه لا اكو شيء اسمه لازم بعد يتنظم أكثر، مثلا نخرج بالأسبوع مرة أو بالعشرة أيام مرة، والعائلة هم كذلك يعني المفروض. هذا انت مرات اتفقت عليه لو هو صار له الكيف هذا الشيء؟ لا أنا فقلت لك بداية الموضوع انت قلت لي شلون صرت هيك ويا العائلة، قلت لك اثر تجربة عشتها يعني، عشتها ببيتي.
زهرة لعبت دور بهذا الشيء بهوان الحياة. لا هي ودعت عيونك. قالت عادل امام يقول الحياة حلوة اللي يركب. انت صعبها تصعب، سهلها تسهل. شنو قصدك باكواب؟ الله سبحانه وتعالى يعني الانسان اللي مؤمن يعني بالقدر ومؤمن بالوجود الالهي حتميا، مؤمن بتسيير الامور، يعني انا اشوفه تتهون عليه وايد تتهون. حلو هذا الايمان مريح. ولازم لا شلون هسه هذول الناس ما اشوفهم باليوتيوب. انا عندي بس يوتيوب، انا ما عندي يوتيوب. يعني ما عندك لا انستغرام لا فيسبوك بس واتساب. شاشه يعني اشوف مضيعة وقت شفت. بالضبط. وانا ليش بس قلت لك انه اضرب البيت يعني اغلب الاحيان تليفون، اغلب الاحيان وقت عائلتك مقدس. اي فاشوفهم ذول اللي ناس خدمه مال المواكب وكذا، يقولوا من اريد اجي اطبخ وانا قبل لا يجي يوم الطبخ وكذا ما عندي هذا المبلغ. هو يقرأ ويقول وتسهل الامور. سبحان الله يا ابو عبد الله يسهل. مو بس هيك، ناس تعبانه ما لها خلق من تيجي تريد تخدم الحيل يجي لها. وهكذا هي قضيه روحيه ترى. قضيه الدين مو قضيه ماديه، قضيه روحيه. الفكر العلماني ويريد من عندك اثبات مادي. ما تحكينا بهذا الشيء. تعتقد حاليا الحكومات تريد تسوي الحياة مادية أكثر ما هي روحية؟ نقول يعني الحكومات الكبرى. الدول الغربية نعم. النظام الرأسمالي يحول الحياة من روحانية إلى مادية. عشان ما أقول وجهك أدب سزين. هاي مرة تيجي نبي نعرف قصيدة شلون عليه يقول على قد السلام. هو عايش أعتقد لو السويد لو النرويج أعتقد بين البلدين. قال شنو أكثر شيء بالعراق ما حبيته؟ قلت له والله حقيقة أخلاق ودين ما. أخلاق ودين ما. أشوف عند الناس ضعفت هذا الشيء. بس أنت لازم تتعايش وياهم، لازم تحترم وتقدم لهم شوية. خليني أقول لك شغلة أنا شفتها برا. نعم. أكو تدين بس ماكو دين. يعني هنا أكو دين بس ماكو تدين. واصلة إحسان مفتاح. ترى الأخلاق والتدين هو أخلاق. والله شوف أنا بالنسبة لي أوكي. محور الكون، محور الحياة هو الدين. ماكو اعتراض، انت هاي حياتك خاصة. لأن يسيرك هيك يسهل الأمور، مستقيم، أشياء عملية. والله مستقيم فجميل يعني. بس هي الحياة مستقيمة؟ أنا أشوف الحياة هيك مو مستقيمة. بعد هنا أشوف شايف مرات واحد يقول لك من كثر ما درس بالدين ألحد يدخل درجة الشكوك. شايف مرات تتعرض لك أسئلة أو تقرأ فشي تقول شنو الدين هنا وتناقض. بس أنا أشوف الشكوك جزء من الدين. أكو آية بالقرآن النبي إبراهيم أو النبي موسى قال له تشوفك، أو قال له مختصر الآية للأسف ما حافظ. قال له أريد أشوفك، قال له ليش؟ قال له ليطمئن قلبك. يعني شنو ليطمئن؟ أكو شك؟ والله شوف مو شك، هو ما يعلمك شك. لا هنا أنا أشوف، أنا أقول هذا الشك إنه أساسي بكل شيء تخلي علامة استفهام. شوف لا يعني أكو شك وأكو من حقك تسأل.
فرق بين إنه أنا أشك وفرق بين إنه أنا أسأل. يعني مرات تسأل تعرف، والشكوك أنا أشوفها يختلف. شوف القضية، الآيات القرآنية حقيقة أكو بيها يعتبر تفسير باطني. التفسير الباطني أنا بالنسبة لي ما بس ما- ظاهري يعني مو مثلا التفسير الظاهر قد يكون تقدر تعرضه للغة العربية، هي راح مو تترجم لك الأمور تفتح. على اعتبار اللغة العربية. ما شاء الله يقول لك المعجم مالتها يمكن 12 مليون هيك. سمعت أنا 5 مليون، بس ما يمكن 12 مرة هيك أنا وردت على بالي هيك معلومة 12 مليون. وايد. عشان اللغة العربية فتحنا موضوع اللغة متغيرة. يعني كلهجة؟ لا مو كل لهجة، اللهجات هاي أساسية بكل بلد. لا لا المخارج والكلمات اللي يستخدموها الناس من ضمنها صارت كلمات إنجليزية. أنا مو ضد التطور، حلو تعرف لغة جديدة ولطافة بالموضوع إنجليزي، بس حتى الأسلوب اللي بيه. أنا هنا لاحظت من جيت العراق كان هواي غايب، من جيت لاحظت إنه أكو أسلوب غريب. مثلا خليني أقول لك شغلة، لاحظت أسلوب البنات شلون متغير. من طلعت أنا من العراق ما كانت أكو بنات يشتغلن هواية في الشارع. إنه هاي البنية اضطرت قامت تشتغل. لا مو اضطراب، خلينا نقول احتياج، مو اضطر، هذا احتياج تشتغل. أنا أختلف يعني. مفتهمك، اسمع وجهة نظري إي لا وقول لي لا. وجهة نظرك. لا. أنا أقول بنية تشتري تليفون زين، واو. تشتري ملابس، صارت طالبة كلية، لا. تأثرت بالسوشيال ميديا، تريد تكون سيدة أعمال، تريد تسوي فلوس. أكو ألف طريقة أجد بها إلى العمل. العمل. اشتغلت. العالم اللي برا الناس رضت ولا ما رضت، حكت النسوية ما حكت، عالم رجولي. انت باللحظة تفتح الباب انت طالع الى عالم رجولي بالشارع. شلون اغلبية الموجودين بالشارع رجال؟ من يقدر يمشي بالليل وحده؟ ابني لو الرجال افرح مع امك وابوك. ادى هذا الشيء لاختلاط البنية بالولد، لغتها صارت اكثر ذكورية. صح. فمن اسمع حني يحكين اللغة مالتها وراحت زالت فين؟ اي شلون. انا احب انثى، اذا تفتهم شلون هي انثى حلوه، انت من توخر هاي الانثى من عندها الأنوثة إيه، تخرب. فلغتها متغيره، وانا ملايمها. انا ملايم البنيه لان هي خطيتها تشتغل بالشارع، والسوشيال ميديا خربت الاجناس، خربت هذا صارت. الفكر. الفكر اللي جاي يدخل هو اللي جاي يخرب. خلاص. هذا ودي هسه شفنا. شنو الحجاب؟ انت لو مو محجبة بالكامل، لو نزعين حجاب. زين اذا تقول لك انا انسانه حره شعرك تبي. شوف انت ليش تحجبتي؟ انت ليش تلبسين الحجاب؟ مجبوره. من مجتمع الاهل. لا ماكو شيء اسمه مجبورة من مجتمع، اكو شيء اسمه اخلاق. انت وعيت ببيئة متربية كيف على ما تفضلت وقلت الاهل. تربية الاهل ناشئة على تربية دين وهكذا. ما احكي لك ذاك الدين الصارم، لا اقدر اقول ملتزم. ماكو داعي اظهر هاي المفاتن الساعة اللي شفناها والحجاب اللي هنا. لو سفور سفور عميان ناس سافرات واللبسن كلش. هذا والله موجود. مو شفنا مثلا الشعر طالع بس القميص مو ضيق ولا البنطلون ضيق ولا لبسته واناقه وترتيب هاي وعالة طيبة، مو بس يعني. نرجع للكلام مو اللي قلنا شفنا بيه المرأة اشتغلت طبعت تقريبا أطباع ولهجة الرجال وكذا، والأنوثة ضعفت عندها.
هذا فكر مو فكر، هذا فكر داخلي عندنا، فكر أنا برأيي الشخص أنا أشوف فكر هذا. وموضوع المرأة تحديدا اللي يخليها هذا الشيء يعني بالأغلبية أنا أشوف مو الاحتياج، الغيرة من بعض. شافت فلانة اشتغلت هي ما أخبر عليها ما محتاج. أنا مرة الصعدة وياها وش سولفت معها، قلت لها يعني أنت راح تشتغلين أعتقد بيتزوجان بحي، والمكان العمل الجديد بالولاية بالجادرية، يعني حتروح من حيور للجادرية يوميا. يشهد الله اسمع، وراتبك يعني 650 700، ايش راح تطيله بالخط ايش قد؟ قالت حتى هي اللي تسولف، قالت حتى مستعدة أنا أنطر راتب كله وهذا بس مجرد أطلع وأشتغل وأشوف فلان أمون فلان أمون شي. هذا شلون كلام؟ يمكن البيت مخليها مرتاحة، ترى تلعب دور الأب الأم الإخوان. ما أعرف، هي من الزوج، هي من الزوج قلت لها شو راح يخليه زوجك؟ اوكي اكو وايد زلم تعبان. اكو هي هاي الحياة هيك بيها الزين والمو زين يعني. بس والله قلت لك يعني هذا موضوع الغيرة موجود حقيقة عند النساء بشكل مو طبيعي. أجي أشوف بالحياة اليومية. بس اذا هي طبيعتها هيك شو تسوي البنية؟ اذا هي الفطرة هالشكل يعني هو الله خالقها. اي صح. ترى غيرة المرأة المفروض انا اقول فطرتها مو هذا الاسلوب اللي هي عايشته. شافت فلانة لبست احمر لا مو هيك. انا اشوف شلون؟ انا اشوف غيرتها على اخوها، غيرتها على ابوها، غيرتها على زوجها، غيرتها على اطفالها، غيرتها نفسها على نفسها، مو هاي الامور الماديه. اوكي بس ما تعتقد انه هاي الاشياء ذكرت تخدم الرجال اكثر ما تخدمها هي؟ يعني لها حياتها الخاصه. احنا اذا نشوف نطلب من عندها هواي اشياء هي حتى تخدمنا احنا. بالضبط. مقولة مرة اقراها ناس بيها هتلر، انا اشوف عقل هتلر ما يسولف. شو يقول هتلر؟ يقول المرأة هي نصف المجتمع وهي التي تلد وتربي النصف الآخر. يعني هي كل المجتمع. المرأة ترى لها دور كلش قوي. مقولة شايفها دائما أعرض راح تصير بالمجلس اللي أنا قاعد فيه، يقولون فلان تربية مرأة، كل الناس ربتها النسوان، كل البشر. وصح تربية المرأة، بس أعتقد يقصدون إنه أفتهمك، بس هي غياب الرجل بحياته. أقول لك وجود الرجل الأساسي مرات تلقى خوش نسوان ماخذة دور الرجل والأم بنفس الوقت، بس بنفس الوقت هم اكو خطية ناس يمكن مصاريف بحياتهم رجالة وأب. فتربية مرة قصدهم الغيرة أبسط شيء. تلقى رجال يغار غيرة نسوان عدة عقلهم أو منافق يحب القهوة وقيل زيادة عن اللزوم. ليش ستارت ريكوردينج؟ اعطيني لحظة. فوصلت العيادة كلها زلم قاعدة هالشكل ولا مهتمين ولا واحد باع علي قعدتهم هيك شي. بهالصدفة هو جام خانة برا كان تجي بنية حلوة تطب العيادة والزلم كلها تعدل وهذا ظهره هيك وقف وهذا قميص أنا بقلبي وين الضعف. هاي القوة بس الموجودة عندك. اي بس انا اقول لك يعني تنكسر بسرعة. المرأة؟ ايه
وما تسامح بسرعة، ايه وعندها شوي نوعا ما حقد للأسف يعني. والخوف داير حياتها. هي مثل مالك. اي خوف داير يعني خالط بين الحذر والخوف عندي. اي ما ادري خطية، يمكن هي الجينات، الفطرة اللي الله رباها انه ايه مشكلة. سوق ذهب يقول لك لاقين ايش قد ذهب، عمي مبروك العراقيين حيجيكم كل واحد ما اعرف ايش كم مليون من ورا هاي 350 ما اعرف ايش قد يعني قصدك صوت الشعب. ذاك اليوم طالعين مقارنين خطية، واحد مستشهد بالبصرة والناس قابضة وعشاير ياخذ القبط طلع على الكهرباء. البوصلة 22 ساعة تشغيل ما يهتم بالكهرباء. ابو البصرة هذا الله ابو البصرة هذا 28 ساعة. هنا الناس ضايجة. اخ شوف هذا ارض شو متروس فلوس، شنو الوساخة هاي؟ حكومة احترامات. القانون ما يقدر. إيه. ليش القانون ما يقدر يشفيه؟ يعني المواطن لازم يساعد الحكومة؟ لازم. لا مثل ما بس مو للحكومة، الأرض لها حق عليك. مثل ما خلينا نقول مثلا حكومتنا على قولة الله يرحمه يمكن إيهاب مالك، لا مو إيهاب اسمه استشهد علي رحيم. حكومتنا حكومتنا الرشيدة ليش هذا الكوت مو 50 سنة؟ خلينا نقول إن الحكومة زينة وموفرت لنا كل شيء. ليش نسوي الخطأ؟ غير المفروض نساعد الحكومة على مود إن غير يبان أفضل. إن هاي الخدمة، هاي المعبر من أنا الخدمة تسوي ليش أعبر عن حديد وهكذا يعني تكرم الزبالة ليش أذبح خارج الحاوي ضبط الحاوي بصفة. مشكلة الحاوي موجودة وفارغة ويحطها بصفة. اخ شوف هسه هاي سوج دولة، راح يجي واحد راح يقول لي إيه الدولة لازم تعاقب والدولة لازم. أنا أقول لك هي أخطاء متراكمة حقيقة بهذا البلد. لو عندك انت السلطة انا حنوصل شو تسوي؟ شيز حل سريع اعطيني. تأذيها هاي الناس. تأذيها؟ لا مو الا دكتاتورية، لا صدام حسين لا مو نظام. سجن. لا مو نظام. تدري شو اسوي؟ ايه ضريبة؟ هو انه اوفر كل شيء واشرع قانون بنفس الوقت. قدام هذا القانون اكو عقوبات مادية. هسه عقوبات مادية، عقوبات غير شيء بعد ماكو غير هذا. تسلم هنا وعاشت ايدك. تسلم ابو زهور، استمتعت.